بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعمل بقى صينيه كيك بقى ان شاء الله ان شاء الله، يعني هتعتمدوها. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وطبعا المفروض ان اعمل كله بيضه بيضه كده لوحدها، بس انا متاكده يعني ان البيض سليم، ان لسه جايباه طازه. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. هنضربهم بقى بايه؟ شويه كده بالميكسر. طبعا زي ما انتم شايفين المكونات: نص كوبايه عصير برتقال، نص كوبايه ميه، كوبايه زيت، بيكنج باودر فانيليا، 4 بيضات، كوبايتين دقيق، وكوبايه سكر، وادي كوبايه سكر، وبشر برتقال، وبشر ايه؟ برتقال. هنضرب البيض ونحط السكر. طبعا انا لسه هضربه شويه كبار، هخلص ضرب وارجع له. طبعا انا ولعت الفرن عشان لازم يكون الفرن سخن. هنحط الزيت نحط الميه ونحط العصير وهحط البشر. فانيليا، مش الباكو كله عشان ما تمررش.
نبدأ بقى ايه، نحط الدقيق. لازم يعني ايه بالمنخل او بالمصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وباكو بيكنج باودر. نحط الدقيق. تدخليه بقى كده ايه، تدخلي فيه الهواء. هكمل وارجع لكم. طبعا انا عندي الصينيه دي اللي هغبس فيها، فايه ندهنها كده سمنه على الحروف. على الجوانب كده. ان شاء الله تعتمدوها الكيكه دي باذن الله، تطلع حلوه كده وتعجبكم. وانا بالامانه هقول لكم هي طلعت تحفه طلعت وحشه، انا هقول لكم. وبعدين هنعفرها بقى بالدقيق كده. ماشي حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الخليط اهو ما شاء الله، يعني فيه فقاقيع هوا كده باينه على الوش اهي. ونسمي بسم الله واللهم صل على سيدنا محمد. ما تنسونيش بقى من اللايك والاعجاب والشير، ولو عجبتكم يعني تشتركوا بقى في قناتي. تنسونيش يا حبايبي. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، ما تحرمش منكم ومن تعليقاتكم الحلوه. وتحطيها بقى في فرن على 170 في الرف الوسطاني.
لمده نص ساعه، ما تفتحيش عليها اقل من نص ساعه. طبعا هحطها في الفرن، هروح احطها في الفرن وارجع لكم. هحطها في الفرن وارجع لكم. وادي الكيكه اهيت، ما شاء الله طالعه حلوه، بس ايه هي لسه طالعه دلوقتي من النار، تهدى ثواني كده وهقلبها. وادي يا حبايبي الكيكه اهيت بعد ما ايه ما قلبتها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اهي. ادي العلو بتاعها، ما شاء الله ما شاء الله. هسيبكم بقى ثواني هشوف هنعمل ايه. كوبايه سكر، بسم الله الرحمن الرحيم، حطها على النار. عشان ايه نعمل الكراميل، لما يبدأ يدوب هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بقى، بسم الله ما شاء الله، يعني بدأت تعمل كراميل اهي. تقلبيها، وانا طبعا زي ما انتم شايفين كنت عامله كوبايه سكر، ممكن تعملي انت نص وتحطي بقى ايه حته زبده، معلقه كبيره زبده، تحاولي تدوبيها كويس عشان تدي نعومه ولمعه كده للكراميل، وهي بتسيح بسرعه. اهو انا مطلعاها من الفريزر، بس ايه ما شاء الله يعني. متنسونيش بقى من اللايك والشير والاشتراك والتعليقات الحلوه بتاعتكم، وان شاء الله تعتمدوا الكيكه دي تعجبكم وتنال رضاكم كده يا رب. كل عام وانتم بخير. طبعا تكوني محضره بقى ايه كوبايه لبن وعليها معلقه واحده، انا زودت النشا هنا، بس ايه المفروض معلقه واحده بس، نصيحه مني يعني، هي معلقه واحده بس بتطلع الكراميل مظبوط 100%. لان انا زودت شويه فطلعت غليظه شويه، طلع الكراميل غليظ شويه. وتحاولي ان انت تسرعي في التقليب. انا طبعا يعني معلش ما كنتش قادره اقلبها كويس، فمهم يعني ان انا قلبتها برضو كده، بس ما طلعت غليظه شويه، بس هي طلعت جميله وطعمها تحفه بصراحه. العيال الصغيره حبوها قوي، فحاولي تقلبيها بسرعه بايد جامده كده عشان تبقى ناعمه وما فيهاش كلاكيع ولا فيها حاجه. وتقلبيها كويس، ولو في حته مكلكعه صغيره ولا حاجه ممكن تطلعيها بالمعلقه وتستعملي الايه الباقي. بس هي المفروض بقى تتقلب كويس، متخليش فيها اي كلاكيع نهائي، تبقى ناعمة خالص. ولو عايزاها خفيفة شوية عن كده ممكن تزوديها شوية لبن او شوية مية صغيرين، مفيش اي مشكلة. خلاص كده. وهبدأ بقى ايه اجمل بيها كده وازوق بيها الكيك. وولادي بصراحة حبوها جامد، واحفادي حبوها قوي عشان الكراميل عليها كمان. هي الكيكة طعمها جميل والكراميل خلاها اجمل. تحطي بقى طبق زي ما انت عايزة تحطي طبقتين ثلاثة فوق بعض يعملوا طبقة حلوة كده على الكيك، وتطريها وتديها طعم رهيب والله، عطتها طعم جميل. وتزوقيها بقى براحتك، لو انت مثلا مش عايزة تعملي كراميل ممكن تعملي اي حاجة تانية، تعملي كريمة، تعملي اي حاجة تحطيها عليها. حطيت بقى فراولة ورمان، زوقيها بقى زي ما انت عايزه، جمليها بقى بايه بذوقك انت بقى. فانا عملتها كده حاجه سريعه علشان نقول الكراميل اللي باقي خليته في طبق لوحده، بحيث الولاد لو عايزين ياكلوا منه ويحطوه تاني على لما اقطع الكيك.
يحطوا منه، وشكلها جميل وتحفة، والهنا والشفاء لله كألوها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.